السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأكلات اللي كنت دايما بعملها لعيالي عشان بيحبوها هي المكرونة بالبشاميل. بصراحة من ساعة بقى الغلا والأسعار النار اللي احنا عايشين فيها دي بقيت بفكر مليون مرة قبل ما أعملها. النهاردة كنت داخلة كده المطبخ، قلت هسلق شوية مكرونة وهعمل جنبهم شوية صلصة، كمان كان عندي شوية صلصة مكرونة، فقلت هزود عليها وخلاص على كده. بس ولادي بقى دبسوني وخلوني اعمل مكرونه بالبشاميل وتحايلوا عليا وانا بضعف قدامهم، وبصراحه ما انا لازم برضو اعمل لهم اللي نفسهم فيه ولو حتى على فترات. المهم دخلت المطبخ وطلعت لهم باحلى مكرونه بالبشاميل من غير تعب ولا ارهاق ولا وقفه كتير. وكمان البشاميل عملته من غير ما اعمل محمر الدقيق ومن غير بيض ومن غير جبن كتير ولا اي حاجه مكلفه، سهل جدا وسريع. تعالى اقول لك عملت البشاميل ده ازاي، عمره ما هيفشل منك. شايفه قوامه وجماله روعه بصراحه. جبت الخلاط بتاعي حطيت فيه 4 كوبايات من الحليب، وكان عندي شويه شوربه خدت منهم كوبايه عشان يطعموا لي البشاميل بتاعي ويخلي طعمه حلو كده وريحته حلوه. هنا بقى ضفت 6 معالق دقيق ورشة من الملح ورشة من الفلفل الأسمر وضربتهم كويس جدا مع بعض. هنا كان عندي قطعتين جبنة وده اختياري، قلت احطهم، لو عندك قشطة ممكن تحطي، لو عندك اي انواع جبن تانية ممكن تحطيها. جبت بقى الحلة على النار وحطيت فيها الزبدة. اول لما ساحت نزلت عليها البشاميل اللي انا ضربته في الخلاط، مش هيكتل بقى منك ولا هيفشل ولا اي حاجة، وطعمه جميل جدا. هتقعدي تقلبي فيه لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. كان عندي بقى مكرونه سلقاها، وكان عندي لحمه مفرومه متعصجه وشايلاها في الفريزر، طلعتها وسخنتها لحد ما فكت معايا. وجبت بقى شويه الصلصه، قلت بقى مش هركنهم في التلاجة عشان ايه ما يبوظوش مني. حطيت بقى شويه الصلصه كده على المكرونه وقلبتهم كويس جدا مع بعض ومعاهم شويه بشاميل، وهاتك بقى يا تقليب. بعد كده ما قلبت الصلصة مع البشاميل مع المكرونة كويس جدا وغلفت المكرونة بتاعتي كلها، وطبعا المكرونة دي سلقاها من غير ما اضيف لها زيت، علشان الزيت بيعمل طبقة كده عزلة ما بين المكرونة وما بين البشاميل، فبيبقى طعمها مش حلو خالص. هنا بقى حطيت شوية بشاميل في الصينية بتاعتي، يعني شوية حلوين كده زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى نص المكرونة احطها في الاول، وبعد كده هجيب افردها الاول كويس جدا. عايزه اقول لكم بقى صلصه الطماطم دي بتدي طعم حلو جدا جدا للمكرونه بالبشاميل. هنا حطيت بقى شويه كده من اللحمه المتعصجه، وكمان يعني الحمد لله ان هما لما طلبوا مني ان انا اعمل لهم مكرونه بالبشاميل كان عندي شويه لحمه كده متعصجه حطها في الفريزر، فما تكلفتش كتير يعني، برضو ما تكلفتش كتير. هنا بقى كان حطيت شويه بشاميل فوق اللحمه المتعصجه، وبعد كده الطبقه التانية من المكرونه، وبعد كده بقى هضيف البشاميل بقى السهل السريع اللي انا عملته في الخلاط ده. جربيه بجد، لو البشاميل اللي بيفشل منك او بيكتل او ما بيطلعش مظبوط، جربي كده تعمليه في الخلاط. ولو عايزه تضيفي عليه جبن ممكن تضيفي، ولو بتحبي تحطي بيض على الوش كمان في البشاميل ممكن تضربي معاه بيض كده لما يهدى شويه، بيضه او بيضتين حسب صينيه المكرونه اللي عندك. بس كده، وهدخلها بقى كده الفرن تحمر معايا. وهم بقى بيحبوا ياكلوها سخنه وتبقى بقى سايحه كده، ما بيحبوهاش خرطه كده سليمه، لا بيحبوا ياكلوها وهي سخنه كده ودايبه. بصراحه كان طعمها حلو جدا، ما خدتش معايا وقت ولا مجهود، وفرحت ان انا عملت لهم حاجه هم كانوا نفسهم فيها. والله يعيننا بقى في الغلا ده وفي الزمن اللي احنا عايشينه، بس هنعمل ادينا بنحاول نوازن الامور شويه كده وشويه كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.